الفلكلور والأزياء حاجة مهمة جدا في ثقافات الشعوب، وبتعكس مراحل مختلفة في حياتهم، وكمان بتوضح الفرق ما بين الطبقات والثقافات المختلفة على مر العصور. تعالوا النهاردة نتعرف على حاجة مهمة جدا من ثقافتنا احنا كمصريين، الجلابية المصرية. وراء الزخارف والتطريز تختبئ المعاني التي تنقلها الأزياء الشعبية عن حياة الإنسان وبيئته، مما يعكس أو يكون مرآة للوجود الإنساني في مكان ما. الجملة دي جملة جميلة جدا أنا قريتها وأنا ببحث في الموضوع، ليه علاقة كبيرة ووثيقة بموضوع النهاردة، موضوع الجلابية. تعالوا نعرف التفاصيل من أيام الفراعنة لحد دلوقتي. يلا بينا. في أيام الفراعنة كانت الجلابية هي يعتبر الزي الملكي أو الزي الرسمي لكل فئات الشعب، الملك زي اللي مش ملك، رجال الدين زيهم زي الملوك. ولكن كان في حاجة وحيدة بس هي اللي بتميز الملوك عن رجال الدين عن عامة الشعب أو عن العبيد، هي قيمة المجوهرات أو الحلي أو الحاجة اللي بتتحط أو الزينة اللي بتتحط على الجلباب اللي لابسه أي حد من دول. ولكن مع مرور الوقت وطبعا التقدم في فكر الإنسان، حب يميز الإنسان المصري القديم ما بين الملك وما بين رجل الدين وما بين العبد أو ما بين المواطن العادي. فكانت النتيجة إن رجال الدين كانوا بيلبسوا الجلباب ده لدرجة إن هو ممكن يوصل لحد الكعب، أما الملوك فكان بيقصر عن كده شوية، ولكن العبيد كان بيقصر خالص لدرجة إن هو يا دوبك بيعدي الركبة بشوية. بل بالعكس، ده كمان في وظائف بتتطلب إن أنت تلبس قفطان أو جلابية بشكل معين، زي مثلا رجال الأزهر دلوقتي. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر. زي ما قلت لك، لبس الجلابية بيختلف من مكان للتاني على حسب الثقافة بتاعة البلد اللي أنت موجود فيها. يعني مثلا لو رحت سيوة مثلا على سبيل المثال، هتلاقي الناس هناك بتلبس الجلابية عادي جدا وعليها سديري. لكن لو رحت النوبي هتلاقيهم بيلبسوا الجلابية، لكن جلابية قصيرة تحت منها سروال وعليها سديري مطرز، ولابس طاقية فيها نفس التطريز بتاع السديري. وفي أغلب الأوقات يعني بتلاقي الجلابية دي كمان ليها كمامة واسعة شوية ومطرزة نفس تطريز السديري والطاقية، حاجة جميلة. كمان لو نزلت الصعيد ووجه قبلي هتلاقي ان العباية هي الزي تقريبا الرسمي او الزي القومي هناك في الصعيد. يعني في المناسبات تلاقيهم لابسين العباية، في الاعياد لابسين الجلابية، في الاعياد تلاقيهم لابسين الجلابية. الجلابية هي الزي الرسمي والزي القومي. حتى في الشغل العادي في الصعيد هتلاقيها موجودة. هناك بيلبسوا الجلابية وتحت منها جلابية تانية بتكون اخف شوية، وبتكون القماشة بتاعتها طرية عادة مصنوعة من القطن، وفوق منها الجلابية الأصلية الصوف واللي ليها فتحة ستر كبيرة وكمان فتحة كم كبيرة. وتحت ده كله أكيد موجود السروال وموجود السديري كمان. لو رحت يمة وجه بحري الموضوع مش بيختلف كتير، ولكن بدل ما بيلبسوا جلابيتين فوق بعض هي بتبقى جلابية واحدة والسروال بتاعها العادي. ولكن برضو لازال في أماكن كتير من وجه بحري الجلابية هي الزي الرسمي للمناطق دي. تعال معايا يا صديقي نرجع بالزمن لورا شوية، تحديدا سنة 1950. هنلاقي كان في كاتب عامل سلسلة كتب قوية جدا اسمها وصف مصر في نهاية القرن العشرين. الكاتب ده اسمه جلال أمين. بيوضح في كتابه ده أو في مجموعة الكتب دي اللي بتتكلم عن وصف مصر في الحقبة دهيت، إن كان من السهل جدا إنك تحدد طبقة الإنسان سواء كان من الطبقة العليا أو من الطبقة المتوسطة أو حتى من الطبقة الكادحة من خلال اللبس اللي هو بيلبسه. يعني مثلا لو كنت عايز تحدد نوع طبقة شخص معين هو من أنهي طبقة في الوقت ده، علشان تعرف الشخص ده هو من الطبقة الدنيا، كان من الطبيعي ومن البديهي إن هو يكون لابس الجلابية العادية التقليدية جدا. وعشان تعرف الشخص ده من الطبقة المتوسطة كنت لازم ولابد تلاقيه لابس البدلة بالطربوش بتاعها. وكان سهل جدا عليك برضو انك تعرف الشخص ده من الطبقة العليا ولا لا، لان هو كان هيبقى لابس نفس الحاجات ولكن خامة اعلى، طريقة تفصيل مختلفة، لابس جرافطة ليها شكل معين وربطتها كمان مختلفة عن اي حد تقليدي، لابس ساعة مثلا، القماش اللي هو لابسه اغلى واقيم. لو رجعنا تاني لأهلنا في وجه قبلي هتلاقي إن الشعب كله بلا استثناء من الشخص البسيط جدا للناس أصحاب المناصب العليا في الدولة سواء مستشارين أو خلافه، قصدي في المكان نفسه مش في الدولة، في وجه قبلي كله بلا استثناء بيلبس الجلابية. لكن بتختلف من جلابية بلدي ولا جلابية أفرنجي، بس كله في الآخر يظل لديه ثقافة إن القفطان هو الزي القومي والزي الرسمي لأهل الصعيد. الزي أو الملبس يعتبر هو مفتاح من مفاتيح الشخصية أو مفتاح من مفاتيح
شخصية وحضارة أي شعب من شعوب الأرض. لازال الجلباب أو القفطان في بعض الأماكن بيقولوا عليه كده هو سمة مميزة للشخص اللي بيرتديه أو المنطقة اللي بيرتدي فيها الشخص ده هذا الزي. يعني انت لو رحت مكان زي القاهرة هتلاقيهم بيلبسوا القفاطين أو الجلاليب بشكل مختلف عن اسكندرية، بشكل مختلف عن الصعيد. وبالتالي القفطان أو الجلابية بتعبر عن الشخص وعن المكان بشكل مختلف حسب وجوده وحسب المكان اللي هو عايش فيه.